قوي بنلاقي نفسنا كده، يعني حاسين إننا لازم نهتم بكل حاجة بتحصل حوالينا، السوشيال ميديا بقى والأخبار والشغل وحتى رأي الناس فينا. الواحد بيوصل لمرحلة بصراحة بيحس إنه خلاص مرهق ومتشتت تماماً. أنا فاكر فترة كنت بحاول أتابع كل الترندات عشان أبقى يعني ماشي مع الدنيا زي ما بيقولوا. النتيجة ضغط رهيب وعدم تركيز في الحاجات اللي فعلا تفرق. لكن المصدر اللي هنتكلم عنه النهاردة بيقدم فكرة مختلفة خالص. فكرة إزاي نعيش حياة ممكن نقول مش تقليدية، عن طريق إننا نختار نهتم بإيه، والأهم منه ما نهتمش بإيه. النهاردة هنغوص كده في الأفكار الأساسية للكتاب اللي عمل ضجة كبيرة، النسخة العربية من كتاب مارك مانسون فن اللامبالاة. مهمتنا نشوف إيه الخلاصة أو أهم النقط اللي ممكن ناخدها من الكتاب ده. أيوة، والفكرة دي بالذات أعتقد مهمة جدا في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن كله معلومات وضغوطات من كل حتة. فالقدرة إننا نحدد أولويات اهتمامنا دي يعني ما بقتش رفاهية خالص، دي ممكن تكون أساس الراحة النفسية وحتى الإنجاز في الحياة. والحاجة اللي بتلفت النظر هنا هي إن التركيز على عدد قليل من الحاجات، بس الحاجات اللي بجد ليها قيمة بالنسبة لنا ممكن يخلي حياتنا أحسن وأعمق بكتير. بالظبط كده. وده فعلا صلب الموضوع اللي بيناقشه الكتاب. الكتاب بيطرح وجهة نظر ممكن نقول جريئة شوية. بيقول إن السعي المستمر ده ورا الإيجابية والسعادة المطلقة ممكن يكون هو نفسه سبب التعاسة. تمام، ودي نقطة عبقرية بصراحة. اللي بيميز الطرح ده هو الدعوة لتقبل السلبيات، المشاكل، كجزء طبيعي من الحياة. وبعدين نختار المشاكل اللي فعلا تستاهل طاقتنا ومجهودنا. يعني مش معناها إن الواحد يبقى عديم الإحساس؟ لا طبعا مش كده خالص، مش معناه عدم الاهتمام بأي حاجة، لا. المعنى هو توجيه الاهتمام ده بذكاء، نوجهه للأمور الجوهرية فعلا في حياتنا. الكتاب بيسمي السعي المبالغ فيه للإيجابية ده حلقة الجحيم الراجعة، الفيدباك لوب فروم هيل. حلقة الجحيم الراجعة، الاسم لوحده يخض. إيه الفكرة وراها؟ الفكرة ببساطة إنك مثلا تحس بقلق، وده طبيعي، لكن بعدين تقلق إنك أصلاً قلقان، أو تحس بالذنب عشان حاسس بالذنب. هنا أنت بتضاعف الشعور السلبي بدل ما تتعامل معاه. محاولة إنك تكون إيجابي طول الوقت بتخليك تحس بالسوء أكتر لما تمر بأي تجربة مش كويسة، مع إن ده طبيعي جداً. فهمت. يعني بدل ما نهرب من السلبيات والمشاكل. بالظبط، الكتاب بيقول نقبلها، نتعامل معاها كجزء من الرحلة. الأهم بقى مش التخلص من المشاكل تماماً، ده مستحيل أصلاً. الأهم هو إننا نختار مشاكلنا. نختار مشاكلنا، دي برضو تبان غريبة شوية. يعني إيه أختار مشاكلي؟ المفروض الواحد يتجنبها. هو المقصد هنا إن الحياة كده كده فيها صعوبات وتحديات ومشاكل، مش هنعرف نهرب منها. فالسؤال مش إزاي أهرب من المعاناة، لأ، السؤال الصح هو إيه نوع المعاناة اللي أنا مستعدة أتحمله عشان أوصل لحاجة تهمني. زي مثلا حد عايز يبقى رياضي وجسمه كويس، ده معناه إنه بيختار مشكلة أو معاناة الالتزام بالتمرين والأكل الصحي، بدل ما يختار مشكلة الكسل والمشاكل الصحية اللي ممكن تيجي بعدين. هو بيختار المعاناة اللي ليها معنى بالنسبة له. كده وضحت أكتر. يبقى الموضوع مرتبط بالقيم بتاعتنا. تمام جدا، وده بيرجعنا لأهمية تحديد القيم دي. إيه الحاجات اللي بجد فارقة معاك؟ إيه المبادئ اللي بتحركك؟ لما الواحد بيحدد قيمه الأساسية بيبقى سهل أوي يقرر إيه اللي يستاهل الاهتمام والطاقة، وإيه اللي ممكن يعني نكبر دماغنا منه شوية. ده بيفكرني موقف مرة كنت قلقانة جدا قبل ما أقدم برزنتيشن مهمة. كل همي كان إني ما بنش متوترة أو أغلط غلطة شكلها وحش. بس لما قعدت مع نفسي لقيت إن القيمة الأهم بالنسبة لي في الموقف ده هي إني أوصل المعلومة صح وأفيد الناس. فلما ركزت على القيمة دي، القلق من التفاصيل الصغيرة بتاعت شكلي إيه ولا صوتي عامل إزاي قلت جدا، وقدرت أقدم الموضوع بشكل أحسن. دي تعتبر لا مبالاة موجهة ضد القلق الزيادة على المظهر وتركيز على الجوهر. مثال ممتاز ويوضح الفكرة قوي. يبقى تحديد القيم هو البوصلة اللي بتوجه اللامبالاة دي. بس السؤال بقى، إزاي الواحد يعرف قيمه الحقيقية وسط كل الدوشة والتوقعات اللي حوالينا دي؟ الكتاب بيقول حاجة عن النقطة دي. هو بيشجع بشكل كبير على التفكير النقدي. يعني الواحد يسأل نفسه، القيم اللي أنا متبنياها دي هل هي قيم سطحية
زي إني أرضي كل الناس وخلاص، أو أجمع فلوس عشان المظاهر؟ ولا هي قيم أعمق ليها معنى حقيقي، زي الصدق مثلا، الإبداع، مساعدة غيري، الشجاعة في مواجهة التحديات؟ مانسون بيقول إن القيم الكويسة دي بتكون واقعية ونقدر نتحكم فيها داخلياً، وبتكون بناءة للمجتمع. القيم دي هي اللي بتساعدنا نختار معاركنا والمشاكل اللي تستاهل التعب، ونعرف نقول لأ أو مش مهمة قوي للحاجات التانية اللي بتستنزف طاقتنا على الفاضي. الموضوع محتاج وقفة مع النفس ومراجعة دايمة، مش سهل. أكيد مش سهل ومش بيجي من يوم وليلة، محتاج مراجعة مستمرة، بس النتيجة تستاهل. حياة فيها تركيز أكتر، ضغط أقل بكتير، وإحساس أعمق بالمعنى والرضا عن النفس. تمام. يبقى لو حبينا نلخص أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من كلامنا عن فن اللامبالاة، أول حاجة نرفض فكرة الإيجابية المطلقة دي، ونتقبل إن المشاعر السلبية جزء طبيعي من كنا بشر. مظبوط. تاني حاجة نستوعب إن المشاكل كده كده موجودة، والشطارة إننا نختار المشاكل اللي تستاهل نتعب عشانها، اللي ليها معنى. بالظبط كده. وثالثاً، وده الأهم يمكن، إن تحديد قيمنا الحقيقية هو الأساس اللي بنبني عليه كل حاجة. بنقرر على أساسه نهتم بإيه وما نهتمش بإيه. فعلا هي دعوة للتركيز، تركيز أعمق على اللي يهم بجد، وإننا نتخلى شوية عن الاهتمام الزيادة بكل حاجة سطحية أو أصلا مش في إيدينا نغيرها. هي عملية إعادة ترتيب أولويات للاهتمام بتاعنا بس بوعي. الكلام ده حقيقي يخلي الواحد يفكر، يا ترى إيه القيمة الأساسية اللي لو الواحد ركز عليها أكتر في حياته وبطل يدي اهتمام مبالغ فيه لحاجات تانية مش مهمة قوي، حياته ممكن تبقى أبسط وفي نفس الوقت أغنى؟ سؤال مهم ومحتاج تفكير فعلا.